لو كان أحد يملك هداية التوفيق لهدى نوح ابنه الذي تركه وصعد إلى الجبل وآوى إلى الجبل فكان مع الهلك والغرق. لو كان أحد يهدي أحدا لهدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعمه أبا طالب حين جاءته الوفاة، فجاء إليه فقال: يا عم قل كلمة حاج لك بها عند الله، فامتنع عن قول لا إله إلا الله ومات على ملة عبد المطلب. النوع الرابع من أنواع الهداية هو نتيجة وثمر الهداية التي كنت عليها. إذا كنت مع من وفقهم الله ثمرت هذه الهداية الجنة، وإذا كنت مع من خذلهم الله فثمرة هدايتك النار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه ثمرات هداية المؤمنين المصدقين الذين ثبتوا رغم كثرة الكاذبين، رغم الهجوم على الثوابت، رغم الغربة. الحجاب الآن يعني المحجبة في غربة، الملتزم الذي لا يريد الحرام في غربة، الصادق في محنة، الأمين في كربة، الضعفاء يعني يقتلون، الأمناء يخونون، الصادقون تغلق في وجههم الأبواب. لكن الإنسان شاد في دينه صابر ثابت عنده يقين هداه الله وفقه، يوم القيامة تقول هذا الكلام، تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.